بقولك ايه، لو نفسك في فطار مختلف ومليان نكهة وجميل جدا وحاجة انت بتحبيها زي ما انا بحبها كده، زي الرنجة مع البطاطس المحمرة والبتنجان وحبة السلطة الجميلة، يلا بينا نبدأ مع بعض نعمل الرنجة مع البطاطس المحمرة المقرمشة. هنبدأ الأول. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل متابعة للقناة ولايك للفيديو ومشاركة للفيديو. هنبدأ نقطع البطاطس، نقشرها ونقطعها وحمرناها، وهنقطع البتنجان ونعمله بالثوم زي ما احنا متعودين. هات صينية عندك تكوني مش بتستعمليها عشان الرنجة والريحة والكلام ده كله، حطيها على النار وخليها تسخن كويس، وابدأي حطي فيها الرنجة. لازم تطقطق من جميع النوايا، خليها تستوي كويس وتطلع الزيت اللي فيها كده والطعم الجميل اللي فيها. نقلبيها على الناحيتين هتطلع نبدأ نقلب مع بعض. تأكدي ان هي بتستوي من ناحيتين كويس. الريحة بتاعت الرنجة وهي بتعمل كده جميلة قوي 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 وتحفة. بألف هنا وشفا على قلوبكم. ما اقولكيش بقى على الجمال والحلاوة والطعم الرهيب. ولو انت بقى من عشاق الرنجة يبقى الفيديو ده معمول لك مخصوص حبيبة قلبي. هنبدأ نطلعها، واللي ما استوتش سيبيها شوية على النار، ويلا بينا نبدأ ننضفها مع بعض. ونضفيها كويس واحنا بننضفها. تشوفي الجمال والحلاوة. اسرع فطار واسهل فطار، وبالنسبة لي على قلبي زي العسل، بحبه قوي قوي، وانا الرنجة دي عشقي. هنبدأ ننضفها وننضفيها بالمنديل ومسحها من جوه، ابدأي شيلي منها السل كويس عشان لو عندك اطفال صغيرين مفيش حاجة تعور الطفل اللي معاكي، لان انا ولادي بيحبوها جدا، الشعب المصري كله. ألف هنا وشفا على قلوبكم. بدأنا ننضف زي ما انتم شايفين، نضفيها كويس وابدأي قطعيها. انا نضفت بقية الرنجة مع نفسي، بس قطعناها كده عشان تتاكل على طول، ما يقعدوش ينضفوا ويوسخوا نفسهم. هنبدأ نعمل طبق السلطة الجميل اللي انا بعشقه. هنجيب بصلاية نقطعها جوانح كده، وقرنين فلفل حراقين، لو ما بتحبيش الحراق بلاش منه، حط رومي. وطماطم برضو جوانح وحطيهم، 4 طماطميات على حسب العدد عندك. عايزة تعملي اقل من كده تمام، مش العدد عندك يكفي تمام. قطعيهم جوانح وحطيهم، وابدأي حطي رشة ملح، رشة فلفل اسمر، معلقتين من الخل، حبة مية وحبة خل، وابدأي وعصرة ليمونة كبيرة، وابدأي قلبي وحطي بقى كله في الطبق كده، وعصري ليمونة على الرنجة. وبألف هنا وشفا على قلبك حبيبة قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.